مساء الفل يا جماعه، وقعده جديده المره دي، قعده مانشستراويه المفروض يعني. باين اللوجو. باين. انا ما اعرفش انا قاعد القعده دي بصراحه. انا يعني راجل جاي بيشجع مانشستر، وطبعا ياسو قاعد عشان خاطر تشيلسي او قاعد كده يعني. فانا المفروض بره عن القعده دي. صح، او انت المفروض اقعد الوحيد اللي معهوش تشامبيونز ليج فعلا. صح. انت بره القعده دي. هي دلوقتي بقى يعني لو جاي دلوقتي واحد بيشجع ريال مدريد، فانت يا تقوم تقف ولا تعمل اه يا ايه؟ عم، هو واقف اسلم على الراجل عادي. عادي ملكي برضه كبير. اتكل على الله. ماشي يعني، على كل حال المفروض ان تبقى قعده لذيذه. انا القعده جت عشان انا بشتكي لك كتير تقريبا. ده جزء كبير منها يعني. فالاول معتز من المشجعين مانشستر مخضرمين والفهيمه، يعني المفروض ان هو خساره في مانشستر بصراحه. بس هنتكلم النهارده في توبكس كتير قوي، في حاجات كتير قوي عندنا اسئله فيها، صح؟ عايز افضفض. منور يا معتز الامانه، حبيبي. ما ارحبش بيه. حبيبي، منور. متشكر. سيبك منه. منور يا ياسر. ماشي. طيب في الاول كده، هل اموريم هو اللي كان خارب الدنيا؟ السنه اللي فاتت اكيد هحملها له. انا حاسس ان الاداره تتحمل جزء كبير قوي من النقطه اللي احنا واصلين لها دلوقتي، ان احنا معانا كارتيكر مانجر. دي مش المره الاولى في اخر 5-6 سنين. الاداره تتحمل جزء كبير قوي منها، بس اموريم ليه البوزيتيفز وليه النيجاتيفز. بالنسبه لي النيجاتيفز اكتر بكتير، ده وجهه نظري. على الرغم من اللي انا عارف في مشجعين مانشستر كتير جدا، منهم اخويا مثلا برضو فاناتيك يعني، ان شايف لا، ان اموريم كان ممكن عادي يستمر، وان سونر اور ليتر الدنيا كانت هتمشي والنتائج هتتحسن وهيبقى كونسيستنت اكتر. فالدنيا ما كانتش ضلمه. احنا كنا اون بيس اللي احنا نخلص سادس على الدوري السنه دي. ولو احنا رياليستيك، في بدايه السنه انت مخلص 15 السنه اللي فاتت، اكيد ده رياليستيك تارجت. يعني لو حد جالي قبل اول السنه قال لي هتخلص سادس، هوافق عادي. يعني مش هفكر مرتين قبل ما السنه دي قبل ما السنه دي تبتدي اكيد، عشان على الاقل نلعب اوروبا، الفلوس تبتدي تتظبط، يبقى عندي بادجت اعرف اتعامل بيه. مهم جدا اللي انت كمانشستر حتى لو مش هتلعب في الشامبيونز ليج، على الاقل تبقى متواجد في اوروبا. فاكيد المركز السادس لو اتعرض عليا قبل السنه دي هاخده. فخلينا متفقين ان اموريم كان اون تراك ان هو يوصل للنقطه دي. هل انا راضي على مستوى الكره اللي انا كنت بشوفه؟ لا. هل انا راضي على ستايل الكره اللي انا كنت بشوفه؟ لا. هل الاندرلاين ستاتس اللي بتاعت مانشستر كانت ضلمه؟ برضو لا. احنا كاكس جي لو انا مش غلطان احنا توب 3 بعد سيتي وارسنال السنه دي، فاحنا بنوصل للجون كتير جدا. ممكن الاكس جي اللي علينا مش احسن حاجه، ممكن نبقى افتكر في الميد تيبل لو بصيت عليها، بس at the end of the day النتائج هي اللي بتحكم. يعني اكس جي ليه برضو كموديل الليميتيشنز بتاعته، لازم تبص له بكونتكست معين. بس النتائج بالذات ضد الفرق البوتم 7 او 8 تيمز، لا يعني انت مش عارف تكسب ايفرتون هوم ب 10 لعيبه، ويست هام 1-1، وولفز 1-1، ليدز نفس الكلام. طب ارجع في الحته اللي انت بتتكلم فيها عن حته الاكس جي. انت بتقول مانشستر من اعلى 3 تيمز دلوقتي، صح، في الاكس جي في الدوري. صح. انت شايف ده جاي من اللعيبه، علما بان انت جايب 2 من اكتر 10 لعيبه جايبين اجوان في الدوري السنه اللي فاتت، كونيا ومبويمو، هما اوريدي بيلعبوا في الدوري، يعني بروفن في الدوري الانجليزي طبعا. وجايب ساسكو اللي هو واحد من احسن مهاجمين في اوروبا. يعني كان في خناقه اصلا، كان ارسنال عايزينه، لا هروح مانشستر، لا ارسنال، وفي الاخر راح مانشستر. فانت جايب، انت غيرت خط الهجوم كله، صح. انتقلت بالكواليتي من هنا لهنا، فلا انت غيرت خط الهجوم. فانت شايف كان الموضوع في تسجيل الاجوان بالذات ده من اللعيبه او قرارات لعيبه غلط في الثلث الاخراني، ولا الخطه نفسها مش موظفه اللعيبه دي صح ان هي بتنتج اجوان اكتر؟ 100% اللعيبه بتوصلك اكتر ككواليتي لعيبه. انت زي ما انت قلت الاداره جت في الصيف البرايورتي بتاعتهم نحل ازمه. احنا مانشستر السنه اللي فاتت في الدوري جايبه اقل من 45 جول، صح. ده رقم كارثي. كنت طالع بالجول ديفرنس بالنيجاتيف، ده رقم كارثي. يعني انت ممكن السيزون يمشي وحش جدا، بس على الاقل كفريق انت بتوصل وبتضيع وبتجيب اجوان. انت كان بيعدي عليك ماتشات السنه اللي فاتت مش عارف توصل. فواضح جدا الاداره البرايورتي في الصيف زي ما انت بتقول بالظبط يا ياسين، بريمير ليج بروفن بلايرز بالظبط. فاحنا مين الاثنين اللي كانوا كويسين في الدوري نقدر نجيبهم، ومش داخل معانا منافسه، مش بنخبط في سيتي وارسنال وليفربول اللي هي فرق تعرف تجيب لعيبه. بومو وكونيا تمام. ساسكو لعيب صغير، انت يو اوفر بيد ال 90 مليون، بس برضو
الناس عايزاه. لا ولعيب تمام. جامد يعني، لعيب جامد كده كده، لا في لعيب جامد التراك وبوتنشال، بتاعه وانا ريكورد مقتنع جاي بيه يعني. يعني جاي كده بالظبط. كده. بس خليني ارجع للنقطه دي. انت كنت خلصت مبومو وكونيا ومعاك 90 مليون تصرفهم، ويو برايورتايزد المهاجم على ان انت تجيب سنتر ميد، وانت صح. عندك فجوه كبيره قوي في نص الملعب. صح. فواضح ان ده كان، وكان عندك هويلاند يعني، وكان هويلاند ما عندك كانش هويلاند. بشع يعني. هويلاند اول سيزون ما كانش وحش، السيزون اللي فات الكونفيدنس بتاعه، مع ان انا مقتنع صح. ان اللعيب ده بالظبط. ممكن يبقى احسن من كده. تمام. فواضح ان دي استراتيجي الاداره واموريم كان موافق عليها. فجزء كبير من اللي انت بتقوله كواليتي اللعيبه، فبتوصل فالاكس جي بتاعك احسن. نقطه مهمه جدا قوي، مانشستر يونايتد السنه دي من احسن الفرق في الدوري كسات بيسز. صح. افتكر لو انا مش دي غلطان حقيقة. احنا بعد ارسنال كجولز سكورد، وفي فتره في الدوري حقيقة. كنا جايبين اجوان اكتر منكم. اي حاجه هتقولها حلوه هو اكيد بعد ارسنال. ماشي. يعني اكيد. كاسات بيسز الا البطولات بقى نفسها الا لا البطولات دي حاجة قصه، بقى. دي قصه يا تانية. دي اهم لهوي. حاجه، اهم يا حاجه لهوي على المواد. دي اهم ماشي. حاجه. ماشي. فالسات بيسز بت كونتريبيوت للاكس جي بتاعك. واحنا بصراحه السنه دي حاجه من الحاجات اللي كانت بتضايقني جدا في مانشستر. انا بيجي لي كورنر انا ممكن ابص الناحيه الثانيه عارف ان الكوره مش خطر. صح. في مواسم عدت جايب جون وجونين من سات بيسز. صح. فالسنه دي لا في تحسن، فده بيكونتريبيوت للاكس جي. نقطه بس لازم نخلي بالنا، انا بحس الاكس جي لازم تبص له بصه واسعه اوفرول على كورس السيزون، عشان تبقى انت شايف الاكس جي اللي ليك واللي عليك، موضح لك الفرقه بتاعتك دوميننت قد ايه، وانت الفرقه ماشيه في الاتجاه الصح ولا لا. تمام. بس في كونتكست لازم تبص له. اكزامبل بسيط، ماتش ارسنال اللي انتوا كسبتوه 4-1 بتاع استون فيلا، استون فيلا مخلصه باكس جي اعلى منكم. ليه؟ في الشوط الاول. مش بس الشوط الاول، في الدقيقه 90 في فرصتين، الجون بتاع واتكنز والكره اللي رايا شالها من على الخط. بس انت لو اتفرجت على الماتش عارف كويس قوي ان الشوط الثاني ارسنال غسلتهم، دي حقيقة. مع ان استون فيلا رايحه بكورتين خطر. فلازم الاكس جي تديله الكونتكست، ما ينفعش تاخده تقول اصل الاكس جي. يعني اموريم كان بيطلع في البريس كونفرنسز يقول الاندرلاين ستاتس بتاعتنا كويسه جدا، بس صح. انت هي دي عامة دي الديليما بتاعت الأرقام، اللي هو أنا أبص على الأرقام ولا أبص على الأداء، يعني تحكم بالأرقام ولا صح. تحكم بعينك. صح. هي مفيش حاجة ابسولوت اللي هو خلاص أنا هحكم بالأرقام يا إما هحكم بعيني. صح. لازم أنت تكون شايف كويس قوي وعارف بالظبط. أنا عايز الأرقام دي جاية منين. بالظبط. هقول لك حاجه، لازم تستخدم الاي تيست بتاعك، انت شايف ايه، وبص على الستاتس عشان تشوف ده بيفاليديت اللي انت شايفه ولا صح. لا. بالظبط. تمام. بس ما ينفعش بالظبط. تبص على الرقم لوحده وتقول والله انا في التوب 3 في الاكس جي فالدنيا ماشيه زي الفل. صح. مثال اكزامبل تاني، ماتش ارسنال اللي احنا لعبناكم اول السنه، خطفتوا انتوا طبعا 1-0 ايه، بايندير واقف جون وفاول برده، كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده من الكورنر. بس تمام، احنا شايطين ما اراوند 22 شوتس، كل واحده الاكس جي بتاعها كلها لونج شوتس. فانا ما ينفعش اطلع بعد الماتش اقول مش هتفرق. والله ده انا جنريتد اكس جي وكنت يعني لو فكرت فيها لا احنا ما كناش ممكن نتعادل، بس ما نستحقش اكسب الماتش رغم ان الاكس جي كبير. صح. فاهم. اموريم مشكلتي الكبيره معاه، وعايز برضه اخد رايكم انتوا ناس انا راجل اللي ممكن ابقى بايست لفرقتي وقرفان من القرف اللي انا بشوفه، بس انا شايف الجيم موديل بتاعه مش سستينبل على اللونج ران. بيلعب كور دايركت اكتر بكتير، ودي مش حاجه غلط، هو الدوري رايح في الاتجاه ده عامه، بما فيهم ارسنال. الفرق سيتي بقت مور دايركت، تمام، اللي هي معروفه قبل كده بوزيشن طول الوقت. تمام. بس الجيم موديل ده عمره ما هيبقى سستينبل لو ما عنديش كنترول على الماتش. ما مش انا اللي متحكم، وانا دي من اكبر مشاكلي مع اموريم. انا بصراحه وجهه نظري في الموضوع، انا دايما بشوف ان اموريم، انا كنت في الاول كنت شايف مدرب كويس جدا. تمام. وكان وقت ما احنا بندور ونشوف هنجيب ماراسكا هنجيب مين كنا احنا بنفاوض برضو اموريم، وكان بالنسبه لي كان بالنسبه لي اوبشن كويس جدا ان هو يجي تشيلسي. تمام. بس لما مسك مانشستر يونايتد انا شفته حتى في عز ما هو بيكسب، هو مدرب اقل بكتير من مانشستر يونايتد، مدرب فيري ليميتد بكتير، وهو بيكسب بسياق ماتش معين. صح. هو الفريق اللي قدام هو ما بيكسبش اي ماتش كبير غير بتحولات. صح. عشان كده ده بيعكس بقى، بيرفلكت، انت بتشوف وبتحكم بالارقام، ده بيرفلكت هو ليه كان بيضيع نقط كتير جدا قدام الفرق تحت الاصغر البطن منه، لانها سايبه له الكوره. صح. هو معاه الكوره ما بيعرفش يعمل ايه. صح. وهو بيلعب تحولات، لا بتلاقي مانشستر اخطر بكتير 100%. دي بيلعب تحولات ودايركت. تمام. يعني انت ماتش ليفربول السنه دي الجيم بلان كله اللي انت بتلعب كور طويله وتاخد السكند بولز. تمام. صح. وعلى فكره انا مش ضد دي، لان ارني سلوت نفسه بيطلع يقول للفرق لما بتلعبنا بالطريقه دي احنا ما بنعرفش نكسب. فحلو اللي انت تعملها وانا في جيم، بس لما يبقى عليك الريسبونسابيلتي اللي انا اروح بلاعب فورست او ويست هام او ايفرتون او وولفز، وانت عليك الريسبونسابيلتي تبقى انت البرو اكتيف وانت اللي معاك البوزيشن وتبريك داون اللو بلوك، هو ما بيعرفش يعملها. بالظبط. تمام. هو لما حد يسيب له الكوره بجد هو ما بيعرفش يعمل ايه. بالظبط. اعمل ايه؟
امتى اخر مره قبل اموريم، يعني طلع اموريم بره خالص، امتى اخر مره شفت مانشستر بيكسب ماتش، يعني بيلعب دوميننت جيم وبيكسب ماتش؟ دوميننت جيم وبيكسب ماتش. او اسالك سؤال بطريقه بتتكلم تانية، على التوب 6 ولا عامه؟ امتى اخر ماتش شفته لمانشستر كسب جيم كبير سواء في الشامبيونز ليج او في لا، ما الدوري انت الشامبيونز ليج احنا بقى لنا سنتين مش وهو هناك. بيلعب لعب دوميننت جيم؟ لازم ترجع لفتره اولي، كانت بتحصل في ماتشات صح. مش ضد التوب 6، لان اولي الجيم بلان بتاعه كله ضد التوب 6، انا هلعب ترانزيشنز. صح. تمام. وعلى فكره انا مش ضد الفكره دي، يعني انت لو بتقول لي فرقتك هتلعب ترانزيشنز ما فيش مشكله تعملها وان اوف جيم عشان ده يبقى الجيم بلان بتاعك. انا مش لازم تلعب الكره المثاليه دايما عشان تكسب، يعني صح. انت مش بيب جوارديولا، وانت ات ذا اند اوف ذا داي المدرب هو سقفه هو مستوى اللعيبه اللي معاك في الملعب. فانت لو قارنت القماشه اللي معاه، هو ممكن يكون هي سوتبل اكتر للترانزيشنز، بالذات اللي انت فتره كبيره كان عندك برونو وراشفورد، هم دول ملوك الترانزيشن الفوتبول، يعني هاي ريسك، واحد بيجري فاهم، راشفورد وبرونو عايز يلعبوا. فانا مش ضد دي، بس لازم يبقى عندك الاوبشن وتقدر على الاقل مع الميد تيبل واللور تيمز اللي انت، يا عم مش هقول لك كل ماتش، بس من كل 3 4 ماتشات ماتشين انت يور ان كنترول وانت معاك بوزيشن. اخر مره انا فاكرها بجد، يعني ممكن يبقى هوم جيم كان وقت تنهاج 2-0 ضد سبيرز غسلناهم، بس انت برضو سبيرز بالنسبه لي عادي، هم يعني مش هحسبه داخلين توب 6 كده. والله العظيم سبيرز انا عشان يبقى انا اسمهم ما اعرفش عشان يبقى لحد اسمهم دلوقتي توب هم 6 توب مش 6 توب ليه يعني، بس ما علينا. ف اموريم عندي جدا للاسف. طريقه مشكله كبيره قوي جدا، في ناس كتير قوي بتقول لك السيستم وحش. المشكله مش السيستم، المشكله انت بتعمل ايه وذين السيستم ده. انت تشيلسي، انت اكتر واحد عارف يا ياسين، اخدتوا الدوري ب 3-4-3 مع كونتي. صح بالظبط. هل حد طلع وقتها قال اصل الدوري 3-4-3 ما بتشتغلش؟ صح. لا، بس انت ال 3-4-3 بتوظفها ازاي، بتضغط ازاي، اللو بلوك بتاعك عامل ازاي. كارثه من كوارث اموريم ان بيضغط ب5-2-3 فاتح الملعب، فانت دايما مدي الاوبوزيشن اللي ضدك السيطره بتاعت نص الملعب. لو طلع من الخمسه اللي قدام خلاص. بالظبط. وانت كمان مش بتعرف بقى تترانزيشن وتكاونتر اتاك، لان انت اغلبيه فريقك واقف ورا. صح. فدي نقطه انا بالنسبه لي مش في صالحه. تعامله مع الميديا، بص شوف ارتيتا بيتعامل مع الميديا ازاي، تمام، وهو اندر بريشر وما بيكسبش الدوري، وبيطلع ايه المسجز اللي بيوصلها الميديا، واطلع بص قارنه باموريم وماريسكا اللي فيري ايموشنال ان اكسبيرينس مانجرز ايطالي. لا، وبيطلع يقول اللي هو بيفكر فيه. انت ما حدش بيتعامل مع، انت جزء كبير جدا من نجاحك كمدرب في انجلترا التعامل بتاعك مع الميديا. مش انت كوتش جامد قد ايه في الملعب. صح. انت بتطلع تقول الميديا ايه، يعني الميديا بتحبك ولا لا، هيدوك فتره ومش هيحطوك اندر بريشر. بالظبط. فدي حاجه من الحاجات اللي انا بالنسبه لي اموريم فشل فيها. الناس بتقول لك ده كاريزماتيك وبتاع، هو ما بيعرفش يتعامل مع الميديا، بيطلع يقول حاجات ما تتقالش، ما ينفعش تتقال، فيري ايموشنال. اللعيبه اكيد بتتفرج على البريس كونفرنس على الرغم اللي هم بيحبوه، يعني هو من قلائل المدربين اخر فتره مع مانشستر. تنهاج اللعيبه كانت واضح جدا، يعني ثالث سيزون يعني هم مش عايزين الراجل. طب معلش ما تبسطها لي بقى كده. تعالى نمسك بوينتس. البوزيتيفز بتاعت اموريم، غير الكالتشر في النادي الى حد ما. اللعيبه افرت وايز ما اقدرش اقول ان هم ما بيحبوهوش. في اندرلاين ستاتس اتحسنت وعايز اقول لك حاجه مهمه اتحسنت كومبيرد لسيزون تنهاج الثاني، مش اللي هو بدل فيه، الثاني اللي احنا خلصنا 8 أو 9 على الدوري. عشان مش عايز اقارن بالسنه اللي فاتت، احنا خلصنا 15 فاكيد احسن حق، يعني المفروض تبقى اكيد هيبقى احسن. تمام. فدي بالنسبه لي البوزيتيفز بتاعته. النيجاتيفز اكتر بكتير للاسف. الجيم موديل بتاعه بالنسبه لي مش سستينبل. التعامل مع الميديا مش كويس تماما. ادارته، انت جزء كبير من نجاحك كمدرب اللي انت تمانج الناس اللي فوقيك. ماريسكا مثلا بيرفكت اكزامبل، طلع قفش فيهم. اموريم برضو نفس الكلام. عنده قدره ان هو يكسب 1 اوف جيم بس لاك اوف كنترول واضح جدا. ستابرن، انت في ماتشات كتير قوي لعبت باربعه، مش كتير بصراحه يعني، لو بيتعدى على الصوابع. ماتش بيرنموث ال4-4 ده انت لعبت باربعه، ماتش نيوكاسل هوم وشفت تحسن كبير قوي في الاداء، سيبك من النتيجه، ورجعت الماتش اللي بعده تلعب ب5 برضو ومضغوط وكده. ما تفهمني موضوع الخطه ده. طيب تعالى نمسك نبريك داون الخطه بتاعت اموريم. فيها الليميتيشنز بتاعتها مبدئيا، وهو طلع قالها كذا مره، محتاجه لعيبه سبيشالست في الاماكن بتاعتها. فانت محتاج 2 وينج باكس، مش فول باكس ومش وينجرز، انت محتاج 2 وينج باكس. تمام.
زي ما انتر عنده دي ماركو ودام فرايز، انت لازم يبقى عندك 2 زيهم. صح. اموريم عشان يحل القصه دي عمل ايه؟ جاب ديالو اللي هو رايت وينج قصير ما بيعرفش يدافع على الباك بوست، ده اللي خسرنا ماتش فورست وماتشات تانية، لعبه رايت وينج باك، وراح اشترى دورجو اللي باي ذا واي دورجو في فرقته في ايطاليا ليتشي كان بيلعب اصلا ناحيه اليمين اكتر بكتير من ناحيه الشمال. تمام. فانت ما عندكش السبيشالستس الاثنين دول. طيب دي اول نقطه. نص الملعب بتاعك 2 لازم يبقوا فيزيكال بيغطوا جزء كبير قوي من الملعب. وانت عندك كازيميرو خلاص مخلص بيشطب، جايب برونو اللي هو رقم 10 تحاول تلعبه في الحته دي ومش بتاعته، وعلى حساب واحد المفروض بروميسنج زي ماينو، على الرغم ان انا شايف اللي هو لعيب برضه عنده ليميتيشنز اوفرول، مش مقتنع قوي ان هو عنده البوتنشال العالي زي ما الناس بتقول، بس تمام يعني هنشوف. فخسرته خالص. واوجارتي الوحيد اللي ممكن يقوم لك بالرول ده، بس كورته سيئه جدا. كورتي ده بالظبط. فانت اول ليميتيشن للسيستم او للفورميشن زي ما انت بتقول، محتاج سبيشالست بلايرز، لازم تجيب 2 رقم 10 مش وينجرز. فبيأيد الخطه بتاعتك. هل الاداره كانت واثقه قوي في اموريم فذي باكتم فراحوا جابوا له السبيشالست بلايرز دي؟ من الواضح جدا لا. ما بالظبط، ما عشان كده فده لما limitation انت شرحت لي ده، ما هو بالظبط، ما هو ده سبب من اهم الاسباب. موضوع ان انت ما جبتش اللعيبه بتاعت خطتك. انت دلوقتي لو انا جبت اموريم فانت عارف ان هو كان مرشح لكذا نادي تاني، صح. بس الدنيا ما مشيتش عشان خاطر ان هو بيلعب بطريقه معينه، صح. فانت جبته زي ليفربول، صح. انت كنت بتقول لنا انه ليفربول وقت مشاعين كلوب دي انترفيود اموريم، والسبب ان هم رفضوا ان هم يجيبوا اموريم ان هو قال لهم انا بلعب 3-4-3 بالظبط. فانت لما جبته فانت عارف ان هو يلعب انا بالطريقه هجي لك في دي كحته فشل الاداره. انا بس خليني اخلص لك حته ايه ليميتيشن السيستم الثاني. ماشي. مشكله كبيره جدا في السيستم، مش حاجه غير طريقه الضغط بتاعتك. اموريم في ماتشات كتير قوي بنلعب بال 3-4-3 بس بيضغط في الملعب 4-4-2، منهم ماتش ارسنال كبريسنج شيب، فده حاجه كويسه. الماتشات الكارثيه لما بيرجع يبتدي يضغط ب 5-3-2، فانت نص الملعب بتاعك اوت نمبرد، والخمسه اللي ورا انت بتلعب في الاخر ضد 2 أو 3 مهاجمين، فعندك يعني اوفرلود ورا انت مش مستفيد بيه. ده مش معناه ان انت صالد اكتر، ما انت الفرص بتيجي والعرضيات بتيجي وبيخش فيك اجوان. الاوحش ليميتيشن وهربطها لك بتشيلسي يا ياسين في الخطه دي من وجهه نظري، ان اللعيبه بقى اللي بتوصل قدام وانت بتهاجم في البوزيشن اللي انت عايزه يهدف فيه هم الوينج باكس بتوعك. انت عندك دورجو ودالو او دورجو وديالو، السيزون اللي انت خدته الدوري الونزو وموزيس عملوا سيزون حياتهم. دول اصلا دول الونزو بالذات ده اصلا ده كان مهاجم، ده مش بالظبط. تمام. انا بقى بيوصل دورجو في المركز ده وبيضيع، فما ينفعش ان انت بيجيب، ما هو ده اللي بقول لك ان هو بقى يجيب دلوقتي ما فيش مشكله، بس ما ينفعش ان انت باني السيستم كله ان عندك برونو ومبومو وكونيا وساسكو ما بتوصلهمش قدام الجون، هم دول اللي انت هو ده اللي بيجي له الاكس جي العالي كتشانس في الماتش او الفرصه اللي حقيقيه اللي هو يهدف. ليه؟ عشان هو ما بيلعبش بيهم كوينجرز، هو بيلعب بيهم كعشرتين، فبيخش جوه الملعب بالزبط. بتلاقي مبويمو مثلا اللي هو المفروض يبقى الكوره في رجله ورا شويه بعيد عن المدافعين، مرمي في حضن المدافع، صح. كونيا نفس الكلام، صح. الوحيد اللي بيجي ورا من غير تغطيه هو فعلا دورجو وديالو بس. وده بجد كانوا بيضيعوا كميه انا دورجو ده كان معايا في فانتزي من اول موسم، بيضيع كميه فرص، بيجي له كميه عرضيات مش طبيعيه. بس نقطه هو بيعمل ايه؟ بيضيع، بس يبقى في فرصه اتخلقت. وانت قلت انه لا انت شغلتك كمدرب يا حسام تبلاتفورم اللعيبه بتاعتك في مراكزهم اللي هم مرتاحين فيها، واللي انت تحاول توصل للفرقه احسن لعيبه عندك في احسن بوزيشنز في الملعب. دي شغلتك موجودين. لا انت عندك برونو وكونيا ومبومو، ما ينفعش ان انت كل فرصه خطر في الماتش بتقع لدورجو، ما ينفعش ان والفرق بقت عارفه كده، يعني هو سايب الناحيه دي فاضيه، هو عارف ان هو ده اللي هيوصل. لا انا بتكلم على الوينج باكس، ما هو ده، ما دورجو بيلعب وينج باك، ماشي، ليفت وينج باك. لما مين يعني ايه الاوبشنز اللي كانت متاحه لاموريم احسن؟ غير. انا بالنسبه لي السيستم محتاج لعيبه سبيسيفيك جدا. الوينج باك ده لازم يبقى عنده صفات هجوميه كويسه قوي وصفات دفاعيه كويسه. ديالو مثلا هجومي احسن بكتير ما هو دفاعي، ودورجو لحد من 3-4 ماتشات ما كانش مبين بوادر ان هو هيتحسن. ما ينفعش ان دول يوصلوا في احسن بوزيشنز في الملعب على حساب المهاجمين اللي انت دافع فيهم 250 مليون عشان يهدفوا لك. بالظبط. فانا بالنسبه لي ده ليميتيشن كبير جدا تاني في السيستم، غير الفورميشن نفسه. انا يعني بصيت لك عليه من ناحيه كبريسنج شيب وايه الليميتيشن بتاع اللي انت بتضغط ب 5-3-2 فيرسز 4-4-2
في الشيب ده، وحته ان انت ما بتوصلش احسن لعيبه في احسن مراكز، فاهم؟ مايكل كارك على فكره ماتش سيتي ما اخترعش الذره يعني، حط كل لعيب في المركز بتاعه مهم. بس، فريح اللعيبه. فانت مبومو على عدلته، ديالو على عدلته، برونو مبسوط في العشرة وفري ومش مطلوب منه يتراك باك، فاهم؟ يعني عايز تلخص الليميتيشنز بتاعت السيستم ده. ما اعرفش لو حد فيكم اتفرج على ماتش السنه دي فولهام ومانشستر 1-1 في كريفن كوتج في اول السنه. المفروض كان نكسب الماتش، برونو مضيع بينالتي وعاملين اول تلت أنا ساعه فاكر كويس جدا الماتش وما ده. فيهاش مشكله. ماركو سيلفا واوبي طلعوا بعد الماتش يعني فضيحه، ان هم بيقولوا احنا عارفين سيستم مانشستر يونايتد. الجون بتاع الماتش ده كان بتاع برونو. او ضربه الجزاء، مش لا، فاكر الجون الجون او ضربه بتاع الجزاء كان في الواد باسي ده حد دخل موته ده انهي ضربه الجزاء اللي احنا اللي تقريبا، مش اتحسبت فاكر لنا. الجون او ضربه الجون الجزاء. يورو زقه، آه. هي اصلا فاول، يورو بالظبط. زقه وحطها. بس انا مم. بتكلم على ليميتيشن السيستم من ناحيه الحاجتين اللي احنا بنتكلم فيهم، البريسنج ك 5-3-2. ماركو سيلفا واوبي طلعوا بعد الماتش بكل وضوح اتس فيري ايزي تو بلاي، ده الكوت، اتس فيري ايزي تو بلاي اجينست مانشستر يونايتد، عشان هتوفرلود نص الملعب وهتسيب الخط الاخير اللي هو بتاع الخمسه مش هتنجيج معاهم. فانا بقى عندي اوفرلود ورا، ونص الملعب برونو، ومش فاكر كان مين اللي بيلعب جنبه، تقريبا كازيميرو الماتش ده، عليهم 5 اوت نمبرد. والجون دخل ليه؟ سميث رو النجم بتاعكم تمام، بيجري بيعمل ليت رن في البوكس، وبرونو مش عارف يتراك باك، ما هو مش شغلته، صح. فاهم؟ وما ينفعش اللي انت يعني معلش بكل واقعيه، يعني برونو ده اكتر واحد بيكريت تشانسز في الدوري بقاله 5 سنين، جايبه بتلعبه رقم 6 أو 8. مش ماشي منطقي. مقنع. شايف مفكر ازاي؟ طيب انا هاخد بصراحة بقى من يعني. كلامك ده استنتاجين مهمين جدا. قول لي. اول استنتاج، انت اموريم قعد معاك كام، سنه ونص او يعني سنتين؟ مريم قعد معايا سنه وشهرين. سنه وشهرين، خد 3 ترانسفير ويندوز. اخد 1 2 ومشي في اول الثالث. اخد ماشي. 2 ترانسفير ويندوز، بس يناير برضو أوكي. اللي فات مش عايز احسبه قوي. ماشي، خد 2 خد 2 ترانسفير ويندوز او واحد ترانسفير صح. ويندوز. جاب اللعيبه اللي هتمشي بالظبط على خطته، صح ولا أنا غلطان؟ سيسكو ومبومو يمشوا في اي سيستم، ماشي. تمام. كونيا ماشي يمشي برضو ممكن في سيستمز ثانيه، بس هو جاب لي الليفت 10 بوزيشن بتاعه بالظبط صح كده. يعني كونيا مثلا من الاخر مش هيلعب جناح شمال، صعب بقى قوي 100%. صعب قوي يلعب جناح شمال. 100%. ومش لو انت بتتكلم ان كونيا هيلعب 10، فانت كده تاني هتضحي ببرونو صح اللي انت لسه قايل ان هو صح. اكتر واحد بيكرييت شانس. مين بقى المدرب اللي هيجي اللي هيعدل المايله دي؟ يعني او ماشي. المدرب اللي جاي شايل تركه ان هو صح النادي صرف كتير جدا، البالانسز بتاعت النادي مش هيقدر يصرف نفس الصرف ده في 100%. الويندوز اللي جايه. 100%. فمين اللي هياخد الريسك ان هو يخش على الشيله اللي هي مش بتاعته اي ويوظف بقى اللعيبه يطلع احسن حاجه منها؟ اي مدرب عاقل مش هيجي مانشستر يونايتد دلوقتي ويتعامل مع الاداره دي. يعني اي مدرب بوتنشال كويس عمره ما هيوافق يجي يشتغل في المناخ ده مع اداره اقل ما يتقال عليها اللي هي فاشله. واكتر حاجه غلط في الاداره ده بتعملها السكواد بيلدينج، اللي انت بتقوله بالظبط، ازاي ببني فريق وانا بجيب ايه احتياجاتي. اشرح لي بقى فأنا ايه الصح وايه اللي بيحصل. تمام. قبل ما نخش في دي انا عايز اقول لك المدربين النوعين، ان انت هتجيب يا واحد زي كاريك وماكينا وناس هو بيتمنى ان هو يشتغل المفروض على الورق يعني المانشستر يونايتد، تمام. او هتروح الايزي اوبشن وتروح تجيب توخل وناجلزمان وامري والناس دي. اي حد من دول لو هيجي هيبقى عايز كنترول زي ما انت بتقول، صح. على يا جماعه انا الترانسفير ويندو ده شغلتي ومين ان ومين اوت. المشكله في القصه دي اللي انت بتعيد مشاكل مانشستر يونايتد اخر 10 سنين، ان كل مدرب بيجي من غير ستراكشر فوقيه بيشتري. مورينيو بيشتري اللعيبه بتاعته، فانجال، اريك تنهاج، قولي على حسب خطته، وبيحاول يصلح غلطات اللي قبليه مع لعيبه مش شرط تبقى وحشه بس هو مش قابل بيها. صح. تمام. فهل انت بقى دلوقتي اداره مانشستر تاخد اللو ريسك اوبشن تروح اجيب سيريال وينر زي توخل؟ انا عارف ان الراجل ده المفروض هيجي على الاقل هخلص توب فور، يعني ده الكلام ده على الورق صح، ده قال ايه فعلا. بس هيكلاش مع الموديل اللي انيوس بيزعمه كاداره ان هم عايزين يطبقوه صح. ولا هروح اجيب الاوبشن الهاي ريسك، اخلي كارك او اجيب ماكينا او اروح اجيب ايكويفالنت ماريسكا، او انا بديك يعني اكزامبلز الاسامي اللي بتتقال زي ما انت قلت. حد حلمه ان هو يشتغل في مانشستر يونايتد فقشطه هيقبل بشغلانه الهيد كوتش. بس عاوز اقول لك على حاجه، هو لغايه اللحظه دي انه من بعد كارك الموست فيفورت بعد كارك هو جلازنر. دي كارثه. ليه بقى؟ لان جلازنر نفس فكره اموريم. مبدئيا انت هتمشي
يعني هتمشي واحد بيلعب بثلاثه، فهتجيب واحد بيلعب بثلاثه برضو. واحد بيلعب بثلاثه ده المفروض اللي خلي بالك ده كان اعتراض جيسون ويلكوكس اللي هو التكنيكال دايركتور صح. اكتنج فوتبول دايركتور دلوقتي في مانشستر، كان مشكلته مع السيستم. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه اللي انت ذكرناها في الاول، هل انت تجيب مدرب ما بيعرفش يبقى هو اللي واخد الريسبونسبيلتي، يعني هو اللي عليه الريسبونسبيلتي ان انا بريك داون اللو بلوك وانا اللي معايا البوزيشن وانا اللي برو اكتف؟ طب ما طريقه لعب كريستال بالاس انا بطلع الماتشات ب 35 و40% بوزيشن، بسيب الكره اللي قدامي وبلعب ترانزيشنز كويس جدا وبتاع، فانت بتعيد نفس الغلطه كجلازنر. انا شايف ان ده يبقى اختيار سيء جدا. بس ده برضو اوبشن من المدربين اللي احنا بنقول اللي هو يتمنى المفروض ان هو يجي يشتغل فهيقبل بالموديل وبتاع الهيد كوتش. صح. انا شايف اهم من المدرب مع دي ان النقطة. شخصيته مش كده. مين؟ جلازنر. جلازنر. صح، بس خلي بالك جلازنر احساسه، وده كان احساس ماريسكا برضو، ان انا يا جماعه عملت للنادي ووريتكم نتائج فترست. زي ما زي ما حصل مع ارتيتا. ارتيتا جه هيد كوتش، دلوقتي ارتيتا وامري وبيب هم الثلاثه بس المانجرز اللي في الدوري. ليه؟ لان اداك ما يثبت اللي انا يا جماعه تراست اللي انا عايزه. صح. جلازنر بالنسبه له كريستال بالاس موديهم اوروبا، كسبان اف اي كاب، بيأدي اداء كويس جدا، بيكسب فرق كبيره عادي. فاديني التراست ده، هو ما لقاهوش. اديني صلاحياتي. صح، هو مش متقدر. صح، فحقه اللي هو ممكن يتضايق. صح. وده نفس الكلام على ماريسكا برضه، حاسس ان وده هو نفس الكلام على ماريسكا. مخلص توب فور، واخد سيبك يعني كونفرنس ليج تمام، بس متوقع. يا عم لعبت في بطوله كسبتها. تمام. الكلاب وورلد كاب برضه ليه ممكن تحفظات، بس كسبان بي اس جي الالم في نفسه. وبالظبط. وغير كل ده هو مدرب كويس يعني. هو مدرب كويس بس انت لسه حققتش حاجه عشان نيجي اللي هو خلاص انا هبدا افرض شروطي. امال جوارديولا يعمل ايه بقى؟ يكتب يكون دي باسمه؟ لا بس ما هو جوارديولا بيفرض شروطه. ايوه بيفرض بس في فرق ان انت برضه لسه ما وصلتش للليفل ده 100%. يعني 100%. نسيب النقطه دي على جنب. انا شايف اللي اهم من المدرب دي اللي النقطه اللي انت كنت بتسالني بيها، ازاي نبني الفريق، يعني السكواد بيلدينج بيتعمل ازاي. صح. تخلينا نمسك ممكن اخر 4-5 ويندوز. تمام. في غلطات كارثيه بتحصل كصفقات، يو اوفر باي كترانسفير فيه وكويجز، وبتجيبها على حساب مناطق تانية في الفرقه واضحه جدا اللي انت لازم تشتري. تمام. لو قلنا قبل 2020 اغلبيه صفقات كانت كوميرشال، يعني كوميرشالي دريفن. انت بتروح تجيب بوجبا عشان تبيع لايكات على انستجرام، تروح تجيب لوكاكو عشان انتيم بوجبا فتعرف تحط سوشيال ميديا بوست حلو لذيذ. قليل قوي اللعيبه اللي انت جبتها وكانت فعلا ونجحت. يعني هم تقريبا ممكن يبقوا ابراهيموفيتش وبرونو مثلا من اول ما السير مشي. معنا لو في حد ثالث ممكن انت. لا مفيش. كل الارقام دي ماريا دي سانشيز. يعني سانشيز جه كان هداف الدوري مع ارسنال اول نص من السيزون، يونايتد جاب جول. فاهم. فكل السايننجز بتاعتك عشوائيه. عشوائيه بمعنى اللي هي مش بارت اوف ا كلير بلان. انت عايز لعيب بمواصفات ايه عشان يلعب طريقه ايه، واغلبيتها ما نجحش، كلها يعني سكاترت. تمام. غير دي بتدفع كتير، يو اوفر باي دايما. صح. وبتدي ويجز كتير عشان انت ما بقاش عندك نفس البول زي زمان. مانشستر يونايتد عايز يديك فكله بيسيب الدنيا ويجي مانشستر، فانت بتعوضها اللي انت بتدفع. ما بتلعبش في اوروبا، دي مش كونسيستنت في اوروبا. صح. ففي الاخر انت بتعمل ايه؟ بتدفع 15-20% زياده ويجز عشان تقنع اللعيب ده يجي لك، وانت برضو مش في لندن، انت في مانشستر. فانت اللعيب ممكن يبقى يرضى يجي ارسنال وتشيلسي عشان انا عايش في لندن ومتدلع، بس مانشستر انت ما عندكش دي. صح. فالسكواد بيلدينج اهم بكتير حاليا كمانشستر يونايتد عشان نحل القصه دي لونج تيرم من المدرب. ده رايي، لان في اخر اليوم المدرب از جود از السكواد اللي معاه. تمام. في مدربين بتديك ال 10-15% الزياده، بس ات ذا اند اوف ذا داي هو اللعيب اللي بينزل يشوط الكوره. صح. السنه اللي فاتت كارثه من كوارث الدنيا اللي انت ما جبتش لعيب في نص الملعب. اخترت اللي انت تروح تجيب سيسكو. طب ما تحل الازمه اللي في النص. الكارثه اصلا الكبيره انك جبت كازيميرو نفسه من صح. الاول صح. الاول دفعت 90 مليون في كازيميرو. صح. وده مش البروفايل اللعيب اللي انت عايزه، وبعدها جبت اوجارتي. عارف ليه جبته؟ عارف ليه جبت كازيميرو؟ عشان شلت 4-0 من برنتفورد. لا وقال لك ده بقى لعيب وينر وبتاع وهيجي بقى بالمايند. انا هقول لك حاجه، كازيميرو بقى وايه. صح. كازيميرو لو تعالى نمسك الثلاث مواسم بتوعه، اول موسم مع تنهاج من رايي عمل موسم كويس جدا. الموسم الثاني جاب جون فينا في اخر دقيقه. صح. كان 1-1 في البريدج. تاني موسم عمل موسم وحش جدا عشان تنهاج قرر
احنا هنرمي كل حاجه عملناها السيزون الاولاني وهنلعب بيور ترانزيشنال فوتبول، فاتحين المساحات وكازيميرو مرمي متعري في النص. والسيزون اللي فات مع اموريم النص الثاني عمل سيزون كويس قوي في اليوروبا ليج، والسنه دي مستواه كويس نوعا ما كلاعب. مشكله كازيميرو في نوعيه الصفقه، اللي انت دافع 60 70 مليون في لعيب عنده 32 33 سنه بويجز 300 350 في الاسبوع يعني. فانت بتستخدم من البنك بتاعك اللي انت ما تقدرش تروح تجيب لعيب حد تاني. صح. في نفس الوقت مش هتعرف تأوفلود اللعيب ده بسهوله عشان الويج بتاعه، وده اللي احنا بنحاول نعمله بقالنا سنه ومش عارفين نعمله. صح. تمام. فكارثه اللي انت ما عرفتش تحل مشكله خط النص اللي احنا من وقت كاريك مش بتتحل. روح حاولت تجيب بوجبا وما حلهاش من الاخر. ده اكزامبل كسكواد بيلدينج. رحت جبت كونيا ومبومو اللي هما بيلعبوا نمبر 10 وانت عندك مين في السكواد؟ زيركزي ممكن يلعب 10، برونو ممكن يلعب 10، ماونت بيلعب 10، ديالو ممكن يلعب 10. طب ليه تجيب عليهم مبومو وكونيا؟ ما تحل مشكله نص الملعب. ما تروح تجيب باليبا او اندرسون او وورتن او اي حد من الناس دي يبقى ابجريد على كازيميرو، يديك بودي زياده في النص تقدر تستخدمها. صفقه اوجارتي اللي ب 60 مليون دي مثلا دي غسيل اموال، دي غسيل اموال وش دي غسيل اموال او فيفر لخورخي مندس بقى والحاجات اللي هي عارف ايه. لا في صفقه مش مفهومه تماما بصراحه. او هم اللي اشتراه هو ما شافش الجزء بتاع بي جي يعني صح. اشتراه على وقت على سبورتنج. اصلا اوجارتي ده ما اعرفش تعرفين القصه دي، بس اوجارتي ده راح بي اس جي قبل ما يعينوا امري على طول، قبل ما يعينوا انريكي ولا انريكي صح انريكي على صح. طول انريكي فاول لما جه قال لك انا مش عايزه. صح. قال لك ده كده مش هيلعب، وقعد تقريبا نص موسم او موسم كامل بيلعب قليل جدا جدا جدا. صح. فهو لعيب ده مناسب بجد، هي ميد تيبل تيم يعني ما ينفعش يلعب فريق غير كده 100%. او هقول لك حاجه، لو هتجيبه ما تدفعش فيه 60 مليون، هاته ب 30 اللي هو ممكن تستخدمه في ماتشات كروتيشنال بلاير، بس ات ذا اند اوف داي بطل تستخدم الريسورسز بتاعتك في صفقات غلط، لما تيجي تتحرك في لعيب صح ما تعرفش اللي انت تجيبه. فموضوع السكواد بيلدينج ده يا حسام عشان انت كنت بتسالني اهم، ده هو نمبر 1 برايورتي كده. بس انا زيرو تراست في ان الاداره يعني هتعرف تعمل ده. سواء بقى انت رحت جبت مدرب، لما المدرب ما عندوش يعني مش ساحر، فاهم؟ هو احسن حاجه يقدر يعملها هو اللعيبه اللي موجود، وده على فكره موجود في تشيلسي. الموديل في تشيلسي شويه مختلف، يعني هو في هيراركي واضحه جدا في تشيلسي. صح. انت مش هتتغير، كل واحد ليه جوب ديسكريبشن معين، الجوب ديسكريبشن ده 1 2 3 مفيش 4. صح. مفيش اوبشن ل4. هو الاثنين اللي ماسكين الاثنين الفوتبول دايركتورز اللي ماسكين النادي هم اللي مدورين الدنيا. كان في الاول ناس في الهيراركي دول زي جو شيلز مثلا. جو شيلز كان جاي كسكاوت او هيد اوف سكاوتنج في النادي، واحده لا بقى هو ليه دور اكبر بعد ما لقيته ان هو جاب لافيا، جاب بالمر، جاب لعيبه ما كانتش عليها العين قوي واللعيبه دي نجحت. ف الهيراركي اتغيرت شويه، بس باي اند اوف داي الديسيجن ميكرز في تشيلسي هم معروفين، اللي هو صح. لورنس وبول وينستلي. كده ده ما بيتغيرش. مفيش اي مدرب هيجي عنده صلاحيات ان هو او صلاحيات كامله ان هو يقول مين يجي ومين يمشي. لا، هو الديسيجن ميكرز هم الاثنين دول. صح. بيكونسلتوا المدرب مع جو شيلز. بس انا عايز اقول لك مفيش مشكله ان ده يبقى الموديل، بس يشتروا صح. فاهم؟ انت زي ما انت بتقول عندكم استراتيجي واضحه، انا هجيب لعيبه صغيره. يعني انا مثلا ببص على فرقه تشيلسي، كل الوينجات بتوعكم طلع استافيو بره شويه عشان ده وندر كيد يعني، واضح اصلا فرق المستوى يعني. بس كل الوينجات بتوعكم لو شلت اساميهم وخليتهم نفس الشكل، هو نفس المستوى في الملعب، هو نفس الشكل، هو بالظبط نفس الشكل اصلا. فاهم؟ صعب قوي حد يبقى متفرج على تشيلسي السنه اللي فاتت وما يروحش يجيب مهاجم جامد جدا وجول كيبر. سيبك ان سانشيز اتحسن، بس انا قصدي وعندك مشكله في سنتر باك، فاهم؟ فما فيش مشكله ان ده يبقى الموديل ده موجود. ما ليفربول نجحت بالموديل ده. كلوب ما كانش ليه تدخل في الترانسفيرز غير اللي كان ليه فيتو رايت، بيقول انا اللعيب ده انا مش موافق اشتغل معاه. ايام ادواردز في الاول. صح. المشكله ابتدت تحصل امتى؟ لما راح جاب داروين، هو اللي جايبه. صح. فانا عشان كده بقول لك الموديل كان كذا صفقه. هو قصدي نبي كيتا وداروين وحد صح. نبي كيتا وداروين. كان طبعا في القصه الشهيره اللي هو كان عايز برانت على صلاح، بس ده كان وقت ده مثلا وقت
الموديل الناجح اللي ليفربول طبقته. مم. مش مش طول على الوقت فكره غلط، مش طول أو الوقت غلط، وحش طول طالما القرارات من الاداره كسكواد بيلدينج صح، وانت عارف بتبني فرقه شكلها عامل ازاي، والمدرب ده شغلته يجي يكاتشن في الملعب ويهندل الميديا. والله من النعم ان انا بقى ما اعرفش فاهم اسامي من اللي انتوا بتقولوها دي خالص. انا والله اللي اعرفه في ارسنال انه كان ايده داكلان رايس بيرفع الكوره وجابرييل بيخش بس خلي يجيب بالك جول الموديل ده كان في ارسنال وزي الفل. الموديل ده وإحنا- برده كان في كان ارسنال في ارسنال انا عارف صح. وده اللي خلى ايده يمشي. هو الباور بتاع ارتيتا زاد قوي صح لحد ما ايده مشي. صح بالظبط. بس هو شويه في ارسنال مختلف عن تشيلسي ومانشستر، عشان خاطر لما في اماره بانت مش في نتائج. ما هو في الاخر ارسنال ما خدش حاجه غير اف اي كاب، يعني ما خدش حاجه. لا بس انت شايف البرفورمانس، بس شايف سيبك من البطوله التايتل في الاخر بالظبط. لازم أنت كده قريب كده بتنافس يعني. بس انت طالما انت بتوصل بتنافس كل سنه وريليفنت، انت ماشي في الطريق الصح. بالظبط كده. فده اللي اختلف، بس ان هو اماره ارتيتا بالظبط. كانت بدري عن اموريم، بس ما كانتش بدري عن ماريسكا. اختلف معاك بس في حاجه، ان ارتيتا ماريسكا وراها في بطولات نوك اوت يعني، او يعني كاس عالم والكونفرنس ليج. والكونفرنس ليج كده كده مش هنحسبه يعني. ده انت بتلاعب، لو الاهلي راح لعب هياخد الكونفرنس ليج يعني، خلينا متفقين على دي. ممكن انت مش متفق قوي بس لا يا عم ماشي. عادي طبعا. ارتيتا باينها على 38 جيم سيزون بالظبط صح. في 22 23 انت ما عندكش اي حق ان انت تنافس على الدوري، اللي انت تبقى ريليفنت في اخر 8 ماتشات. وعمل سيزون كويس جدا. السيزون اللي بعده لولا اصاباتكم كنتوا هتبقوا ريليفنت اكتر، وانت مكمل يعني كل سنه انت ماشي على التراك الصح. ففكره الموديل بتاع الدايركتور اوف فوتبول وتحتيه هيد كوتش وعندك بقى ترانسفير كوميتي وكده، هو مش موديل غلط طالما قراراتهم صح. واهم قرار اللي انت بتبني سكواد وبتجيب مدرب يقدر يطبق الستايل بتاع الناس دي. بس فاهم قصدي؟ انتوا كنتوا بتتكلموا في حاجه لو خلصتوها، انا بس عاوز اقول حاجه على اموريم. انا بس الحاجه الوحيده انه بالذات في التوقيت اللي هو مشي فيه، انا كنت شايف الاربع خمس ماتشات اللي قبل ما يمشي فيهم، انا كنت شايف ان هو جاي ده الوقت، اقرب وقت شفت انه اموريم جاي، بس عنده سوء حظ مش طبيعي. يعني مثلا ماتش استون فيلا عادي يكسبه وحركه وبالعكس هو عارف يدير الماتش، وحركه ليساندرو مارتينيز في نص الملعب موافق. ماتش ده من الماتشات الكويسه بالظبط عامه اللي عملناها يعني. ماتش بتاع بورنموث سهل يعني، ماتش بورنموث المفروض عادي يكسب. لا المفروض يكسب، المفروض نكسب الشوط الاول يخلص 4-5 بالظبط. بس طول ما هي في تفاصيل بسيطه خالص، فعشان كده كنت حاسه جاي. بس انا هقول لك على حاجه بقى، ما اعرفش عندك نفس وجهه نظر ولا لا. هو اموريم ما مشيش عشان نتائج او عشان اداء صح. هو بقى انه بدايه مشي عشان التصريحات اللي قالها صح. وانت لسه ما عندكش الباور الكافي، او انت ما اديتش اماره انك تتكلم بالقلب ده. الريبورتس اللي طالعه من ذا اثليتيك يعني، اللي هو تراستد سورس تمام، ان بسبب الماتشات اللي انت بتقول عليها دي، الماتش بورنموث كان بيلعب ب4، ماتش فيلا كان بيضغط ب4، لان يورو كان رايت باك واضح وهو السبب في الجولين بتوع مورجان روجرز، فكان في الناحيه دي. ماتش نيوكاسل كسبناه 1-0 باصابات كتير جدا، كان بيلعب ب4، قام مغير لعب ب5. وكان اللي عمل الخناقه كلها ان ويلكوكس دخل قال له انت ليه رجعت تلعب ب5 طالما الاداء ابتدى يتحسن. صح تمام. وده اللي خلاه يطلع في البريس كونفرنس يقول انا مانجر مش هيد كوتش، فانت ما تتعداش حدودك. فانت الموديل المفروض اللي انت تجيب لي اللعيبه وانا امرنها، بس ما تجيش تقول لي العب بخطه ايه، انت كده يعني داخل في صلاحياتي واضحه وصريحه بالذات. وده فشل الاداره من اكبر الحاجات، اللي انت جايب مدرب عمره في حياته ما لعب غير بخطه 3-4-3 وبتقول له بتطلب منه في نص الطريق انا مش هجيب لك اللعيبه السبيشالست اللي انت عايزها وغير طريقك. انا مختلف معاك في النقطه دي. في ايه؟ لان الكلام برضو اللي طلع من صحفيين تراستد ان الاتفاق ما بينه وبين اداره في الاول ان هو هيبدا ب3-4-3 اللي هي خطته، ومع الوقت هيغير الخطه ل4-3-3. هو قال كده، وده اللي طلع من كل السورسز التراستد يعني كصحفيين. هو قال كده. فانت برضو على اتفاقك. نفس الكلام مع ماريسكا، انت جاي كهيد كوتش مش مانجر. ايه بقى اللي غير في النص الاتفاق؟ انا متفق معاك على 1 2 3، ما تطلبش مني 4 وتقول لي لا انا استحق 4. انت تمام. في الاول وفي الاخر احنا بنعمل ايه؟ كونتراكت ماشي، جاي بجوب ديسكريبشن كذا، الجوب ديسكريبشن ده هو اللي هتمشي عليه. حاطين تارجتس مع بعض ومتفقين عليه. خلي بالك مشايان ماريسكا واموريم مختلفين
ماريسكا كان ابتدى هو ماشي صح وابتدى يبين ريزلتس وبوادر احسن، فاخد بس شجاعه شويه اللي هو يخش ويطلب، زي الكومنت اللي قاله قبل السنه في البريس كونفرنس انا عايز سنتر باك بمواصفات معينه، وابتدى يخبط شويه في الاداره. اموريم كل السورسز زي ما بقول لك هي من قعده ويلكوكس بعد ماتش وولفز الواحد اللي هو بيقول له انت كده بتتدخل في شغلي، مع ان انا اشوف اللي انت في اي شغلانه في العالم لو عندك مدير وانت بقالك فتره بتعمل حاجه غلط، طبيعي مديرك يجي يسالك ايه المشكله، اللي هو يجي يعمل معاك كونفرسيشن يقول لك تعالى نحلل الاداء، وانت الماتشات دي لعبت ب4 كنت ماشي كويس، الماتش ده لعبت ب5 الدنيا ما مشيتش ليه عملت كده، وتبتدي تاخد وتدي معاه في الكلام. هو من اكتر الحاجات اللي برضو من السورسز يعني بتتقال ان هو اتضايق لما كان مانشستر داخله في سيمينيو، فمعروف ان معانا 70 مليون ممكن نصرفهم في لعيب، ولما هو قرر يروح سيتي قال لهم طب التارجتس الثانيه، قالوا له لا استنى للصيف. فده انت ميسترست واضح اللي انا مش بجيب لك او مش بادرس او مش بجيب لك اللعيبه بتاعت السيستم اللي انت عايز تطبقه، تمام، وبتتدخل في الفورميشن وجاي بتعلق لي على شغلي انا كمدرب، فخلاص فاهم. انا شايف ان وجهه نظر تانية بصراحه، هو موضوع سيمينيو ده مش موضوع ميسترست، هو موضوع اوبورتيونيتي، ان هو خلاص الراجل قرر صح، موافق 100% ريليز كلوز في عقده ان هو يمشي في الشتاء، فده بالنسبه لي فرصه. وتشيلسي نفسها ما كانش عندها بلانز ان هي تخش اصلا في اي لعيب في الشتاء، لما لقوا سيمينيو متاح قال لك لا تعال نحاول، وسالوا فعلا عنه. صح. فده فرصه دي مش هتستناك للصيف، صح، فتمام هتخش فيها دلوقتي، فمالوش علاقه قوي بالتراست. لا انا قصدي لو انا بقى ما جبتش سيمينيو، فهو بيقول طب يا جماعه معانا ال70 مليون اللي انتوا كنتوا هتحطوهم نجيب بقى لعيبه في الويندو دي يعني. في الويندو دي ما هي فرصه ثانيه تستحق ان انا صح، ده اسبكت اصرف دلوقتي 100%. انا بقول لك الريبورتس اللي طلعت هو اتضايق من ايه، انا مش بقول اللي هو اموريم صح، بالعكس انا شايف اللي انت برضو لو هتعمل الموديل ده مش المفروض تمشي، مش المفروض المدرب يبقى ديسيجن ميكر في الترانسفيرز. المدرب ممكن يقول لك انت تعرض عليه لاعبين يقول لك انا بفضل ده، بس معلش اقول لك على حاجه، ليه مفيش فرصه؟ هو مفيش فرصه، ممكن في حاجات سهله يا جماعه، بس في فرصه ان انت تصلح له سيزون بلعيب زي صح. اندرسون مثلا. لا بس ده صعب قوي يمشي في يناير، بس اديك اكزامبل. ليه صعب؟ هو معلش او بس هنا عشان انتوا بتتكلموا عن فرق الادارات، هو انزو راح تشيلسي امتى؟ في يناير صح؟ ازاي استقتلوا عليه؟ لا بس دافعين ذي اوفر بيد، انتوا دافعين 120. لا راح ازاي تشيلسي؟ شرط جزائي دي حقيقه برضه صح، عشان كده يوفر بيد، لان انت كان الكلام وقتها تدفع 80 ماشي. بس هل في اي اخبار انه مانشستر بيحاول على اندرسون، بيحاول على ما عندوش على وارتن؟ الريبورتس اللي طالعه من فابريتسيو رومانو ومن كذا حد تاني ان النمبر 1 سنتر ميد تارجت باليبا ده من الصيف اللي فات، وان اندرسون وورتن في الكونفرسيشن، تمام. بس صعب قوي تجيب الصفقه دي في يناير، ما اعرفش، بس انا حاسس انه يعني ممكن لو في طيب فاحنا كنا اخر حاجه فانا بتكلم على نص الملعب. معلش انا الفريم بتاع دروجبا وقع من غير ما اللاعب عينك، هو باصص في الشامبيونز ليج عينك خرقته، هو وقع. يا عم الراجل قاعد هنا بقاله سنتين والله يا ابني عايز بالك دي. لا يا عم راس مالك كله اهو كمشجع يعني ارسنالاوي معكش غيرها، غيرنا مكاننا يا عم عشان حلال يا عم، حسبي الله ونعم الوكيل في ارسنال. ماشي طيب، فانا كنت بقول لك على نص الملعب. بمناسبه نص الملعب بقى، صح، انت نص الملعب في مانشستر يونايتد كارثه بقى لنا 15 سنه حتى بوجود برونو. لا برونو بص انا ما بعتبروش نص ملعب. اموريم طبعا دي من غلطاته بالنسبه لي، اللي هو بيليمت برونو، كان حاطه ديب قوي في الملعب. انت شفته ماتش سيتي بيلعب رقم 10 من احلى اجمد البرفورمانسز يعني. برونو اخر 5 سنين من اول ما جه الدوري جولز اند اسيستس كومبايند رقم 3 بعد صلاح وسون، فمعدي دي بروين بحاجه بسيطه يعني. بس دي بروين بقى له سنه ونص يعني، مش معانا او سنتين، بس قصدي في التوب 5 او التوب 6 بلايرز، فاوتبوت مرعب. بستغرب جدا من جماهير مانشستر اللي بتتضايق من برونو ويقول لك ده لازم يمشي، وانا ما اعرفش الكلام ده بيجي منين. لعيب اولويز افيلبل، بيدي كل حاجه للفرقه، ساعات عصبي وبيشوح وبيزودها، بس ممكن امشي معاك في السكه دي. بس هو كلاعب رقم 10 يعني مش عايز اقول لدرجه ان هو في التوب 10 كونفرسيشن اول تايم بريمير ليج يعني ميد فيلدرز يعني، ممكن نبقى دي نعمل بيها حلقه ثانيه. وقع بقى فريمز الباقي يحصل ايه؟ انا لو هتسال ياسين هتقول ايه؟ لا برونو توب 10 في 5 6 كده في الاول يعني، مش هنجادل فيهم. توب 10 كايه رقم 10
كميد فيلدر لان انت على رقم 10 لازم هتدخل Attacking لامبرد وجيرارد ودي بروين لا، وكده في أنت الكونفرسيشن. لا ما All time؟ لا مش بقول all time. دول لو هتتكلم عليهم لامبرد كان بيلعب ادفانسد وجيرارد، فلو هنعتبر برونو بس الناس دي واخده مكانها في التوب 4 5 في ساسك وديفيد سيلفا ويايا توري وكل حد. برونو في التوب 10 يعني. دلوقتي حالا هو في التوب 10. دلوقتي لا أكيد في التوب. لا دلوقتي هو في التوب 2 3 التوب النهارده في التوب 2 3 في العالم ولا في في البريمير انجلترا؟ ليج. ماشي انا دي مين؟ موافق طب عليها. لا ممكن اعرف مين التانيين؟ لا فين all time؟ لا دلوقتي دلوقتي اول تايم دي كده ده لا ولا دلوقتي توب كميد 20. فيلدرز كانت نمبر 10 يعني رقم 10 اه بالمر، بس هو لعيب مختلف، بس بالمر موجود. ده بالله عليك عشان هو قاعد ولا انت فعلا من والله العظيم جواك لو بالمر لعيب. دخلت الاقي لا، بالمر فعلا احسن بالمر- رقم 10 في الدوري؟ لا مش احسن، ده احنا بنقول التوب 10 صح. ماشي. بالمر لا انا دلوقتي انت قلت انت لي قلت رقم 2 او اتنين 3 تلاتة. يعني في قبله واحد أو في اتنين. قبله. لا انا بالنسبه لي انا برونو رقم 1 يعني، ده انا بس ماشي؟ كده ماشي دي بس في بالنسبة لي لعيبه احسن ما تقول بالمر. لا بس في لعيبه اكيد في الكونفرسيشن. بالمر، اوديجارد انت معترض عليه يا حسام، انت عارف انا ما بشوفش اللي هو لعيب وحش. جيمس ماديسون لو فت لعيب محترم وارقامه محترمه على عكس ما الناس يعني فاكره. فودن ما تقدرش تتغاضى عنه رغم اللي هو عامل سيزونين ما جاش تتغاضى عنه. يعني، ما جاش يعني بقاله سيزونين بس عامل سيزونز كويسه. ممكن نفكر يعني في بقيه الليست. روجرز لعيب جامد قوي 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 راين قوي شارك قوي. بس لسه بقى يعني، بس هو طبعا راين لعيب شارك توب. ده يا جماعه ده لعيب عادي. دي ستيتمنت كده. راين شارك ده استنوا السنتين الثلاثه الجايين ده هيبقى من احسن لعيبه لا، من لا، احسن دي ثلاث لعيبه في دي الدوري. كانت نهايه موافق. مسيره راين شارك بجد والله. والله دي كانت نهايه والله لعيب جامد فشخ. ما اعترضناش بس احنا بنقول على كونسيستنسي بس. برونو يا يا جماعه، ربنا يوفقه. برونو ما ينفعش ان انت تبص لكل النمبر 10 في الدوري السنه دي او السنه اللي فاتت وما تحطش برونو توب 3 100% يعني. انا اسف. انا مختلف بصراحه. هو دلوقتي مستوى واقع يعني. هو بالنسبه لي في مانشستر حلو او منور في مانشستر عشان الباقيين كله بيلو افريج، بس ده ما يقول او ده ما يدينيش الحق ان انا اقول ان هو لا من احسن 2 3 قارن ارقام. كامس في الدوري. لا قارن ارقام باللي زيه في فرق تانية. ده انت بالعكس. تاني بقى هنرجع. طب ليه ما تقولش ان ده معاه فرقه وحشه السنه دي؟ طبعا معاه لعيبه، معاه مبومو ومعاه كونيا، معاه ناس ممكن تسنده، بس ليه ما تقولش ان برونو ده بقى له 5 سنين مظلوم يعني؟ وبالذات بقى له هو ممكن سنه ديبيتبل بس بيلعب 6 وبيلعب 8 مثلا. والدنيا ماشيه. انا بالنسبه لي السنه دي بالذات حاسسها قوي ان برونو لا هو ليه برونو السنه دي زياده على مانشستر يونايتد. برونو السنه دي توب اسيستس في الدوري النهارده 9 موست تشانسز كرييتد بفرق 20 25 تشانس. تمام كرييتد. بس تاني دي ترجعنا لنقطه او الخلاف الديبيت ما بين انا شايف ايه والارقام بتقول صح إيه. معاك 100%. لان التشانسز كرييتد دي اي رفعه دي تشانس بتحسب من تشانسز كرييتد. صح معاك. اي باس في التلت الاخير بتحسب انها لا وفي كتير منهم برضه عشان ابقى حقاني سات بيسز كورنرز هو اللي بيلعبها بالظبط كده، فواخد ده جزء كبير منها. بس هو تشانس كرييشن ماشين بالنسبه لي ماشي يعني. لو عايز تحسبها برقم ادق من غير اي الاكسبكتد اسيست بتاع الكوره دي ممكن بقى دي خلينا نرجع نبص عليها. بس معلش، ومن غير اي حتى ستاتس ليه علاقه بالتشانسز ولا اي حاجه. دلوقتي حالا برونو زي ما هو لو جيت حطيته مكان اوديجارد في ارسنال هيطلع برونو يا جماعه في جزء على فكره، في جزء برونو عمره ما بياخد الكريدت عليه. الاوت اوف بوزيشن الضغط بتاعه والانترسبشنز والبول ريكفريز والكلام ده كله ارقامه مش هقول لك من التوب 5 في الدوري. ارقامه كاتاكينج ميد فيلدر كويسه جدا كومبيرد يعني اللي بيبقوا معاه في الكونفرسيشن واحد زي اليوت اندرسون اللي هو ده رقم 8 واضح وصريح في البول ريكفري في البول ريكفري والانترسبشنز كده. فارقامه كويسه جدا على اللي انت طالب برونو يعمل لك اسيست ويجيب اجوال. مش هحاسبه على الكلام ده. على الرغم من ده ارقامه كويسه دايما افيلبل، اصاباته قليله جدا. دي نقطه معاك فيها. بيدي كل حاجه في الملعب فاهم. ما ينفعش. لا انا اتضايقت جدا يعني اتضايقت بحاجات برقم مرعب. اتضايقت جدا في الصيف ان الاداره لما جاله العرض بتاع الهلال الرد اللي طلع وهو طلع قالها في انترفيو واضحه وصريحه. الرد اللي كان براحتك هو شوف انت عايز. هو بيقول انا ما حسيتش ان النادي ماسك فيا. صح. طيب انت كمانشستر يونايتد بكل اللي بيحصل ده بدل ما انت تمسك في واحد زي برونو تروح تجيب كونيا رقم 10
ولا برونو ده التراك ريكورد بتاعه موجود وكابتن الفرقه وكل حاجه وتمسك فيه وتقول له انت نجم الفرقه؟ برضه مش متفق معاك لا تمام. لا يعني لو جالي فيه رقم زي اللي جه فيه ما هو دي دلوقتي المشكله. في لعيب خلاص في اخر دي المشكله يا سيدي، البيك بتاعه، يا ريتهم اخدوا القرار ده. هبيع. يا ريتهم اخدوا القرار ده. مم. يعني يا ريته قال، مش يا ريته اللي انا عايز كده، بقول انت عندك وان اوف تو اوبشنز، يا تبيعه ب 100 يا تحسس اللعيب ده البرونو بكل اللي هو عامله للنادي ان هو ان مهم. انت نجم الدنيا وانت ما ينفعش تمشي. صح. ما ينفعش ان الرد اللي يطلع من الاداره براحتك، سبته متعلق انت ولا خدت ال 100 مليون ورحت بنيت بيها الفرقه، ولا حسست برونو ده اللي انت اديته الابريشيشن اللي هو اقل حاجه هو مستنيها. سيبك انت متفق معاه ولا لا؟ صح. طب ممكن معاك كده. اسالك سؤال خلصت يا برونو؟ اسالك اه. سؤال مش هتعرف تجاوب عليه. قول لي. مانشستر هيفنش كام؟ السنة دي؟ السنه دي مش السنه الجايه. ومطلوب ايه من كاريك؟ كاريك السنه دي مطلوب منه يخلص في اوروبا، يعني مطلوب يطلع اتليست سادس. انا بالنسبه لي الكونفرنس ليج مش معانا، يعني انا بتكلم يوروبا مش اوروبا، يعني بتكلم يوروبا ليج. يبقى اوفر اتشيفمنت لو خلص دخل تشامبيونز ليج. دخل تشامبيونز ليج. في ميزه كبيره قوي اللي احنا بنلعب ماتش واحد في الاسبوع، احنا بره الكاسين خلاص، فاضل يعني السيزون بتاعنا فاضل فيه. طلعت من الاف اي كاب. طلعت من الاف اي كاب من برايتون، صح. وطلعت من جريمزبي في اول ماتش، فانا السيزون بتاعي فيه 17 ماتش. اوكي. اكيد سهل جدا كمدرب تقعد تحط خطه بلان السيزون 17 ماتش، معاك اسبوع بين كل ماتش وماتش بتتمرن، بتريكفر احسن من الفرق الثانيه. نيوكاسل الفورمه مش كويسه السنه دي، سبيرز بعاد، استون فيلا في اوروبا، تشيلسي في اوروبا، ليفربول في اوروبا، عندهم دبل جيم اوروبا دي ويكس. ديبيتبل قوي بس ماشي. لا قصدي يعني انت عندك على الاقل لحد يعني. فبراير او مارس انت كانوا بيلعبوا في بيلعبوا في اوروبا. عندك حاجه تمام. عندك ماتشات، فانت الفرق دي المفروض الاجهاد يساعدك انت كمانشستر اللي انت تفرق او يبقى عندك الادفانتج ده لحد اخر السنه. صح. فيري كلير سكادول، عارف انت هتلاعب مين، مفيش مغامرات في السيزون. فدي حاجه المفروض كاريك يستغلها بصراحه. مش هستغرب خالص لو خلصنا توب 5، يعني مش هحس ان ده انجاز، لان اللعيبه احنا اتفقنا ان انت عليت فلور اللعيبه، جبت ناس بريمير ليج بروفن. المفروض ان انت التارجت من اول السنه تخلص السادس او اباف بمستوى الفرق في الدوري. حاسس ان كاريك او اتمنى يعني ان شاء الله يخلص خامس. ده تلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه لو ان شاء الله. بريمير ليج هيبقى ليه 5 المفروض يعني دي المفروض. انا ما اعرفش اللي احنا واصلين ايه في بالمستويات بتاعت هم دلوقتي. هو في الكوفيشنت هو البريمير ليج هو الاول صح، بس انت عندك مفيش غير سيتي وارسنال هم اللي متوقع ان هم يكملوا في الشامبيونز ليج. فيلا، استون فيلا في اليوروبا ليج، في اليوروبا، وكريستال بالاس في الكونفرنس، وكريستال بالاس ونوتنجهام فورست. نوتنجهام فورست في اليوروبا ليج برضو صح. ما اظنش ان هم هيعملوا حاجه، وكريستال بالاس بالفورم دي ما اظنش برضو ان هم هيعملوا حاجه. يعني انت املك كله هتبقى مجزره لو الشامبيونز ليج 4 دي هتبقى دي، خلي بالك هيطير فيها تشيلسي ويونايتد. دي حقيقه شكلها كده، لان ليفربول بكل اللي بيحصل بيعرفوا يكسبوا. يعني على الورق تقدر تقول اكيد المفروض السكواد ده بعد 500 مليون يعني يصعد اقل حاجه يخلص كده. فده انت شايف ايه؟ طيب انت شايف يونايتد تخلص توب 5؟ انا شايف يونايتد هيخلص توب 5. ماشي توب 5 يعني دي يخش تشامبيونز ليج. لا خلي بالك، لا خليها توب 5 لان التوب 4 انا بالنسبه لي صعب. انا بلعب على الخامس يعني. انا بالنسبه لي انا هقول لك اهو، وهنقعد تاني في خلال الشهرين الجايين واسالك السؤال ده تاني، بس انا وهنرجع للي هقوله لك. انا بالنسبه لي مانشستر يونايتد هيلعبوا تشامبيونز ليج السنه الجايه، وجزء كبير من الكريدتس هيبقى رايح لاموريم. لاموريم ازاي يعني؟ عشان انت مثلا كسبت، مش عاوز اقعد ارجع تاني بس انا 3/4 كريدتس في ماتش السيتي. انت كسبت الفرقه بالنسبه لي جاهزه، ما عملتش بس غير ان انت باك تو بيزكس ولعبت كل حاجه في مكانه بالظبط. فانا بالنسبه لي كاريك يونايتد هيلعب كاريك ليه انبوت كبير في ماتش سيتي، الطريقه اللي دفعت بيها والابروتش بتاعك للماتش والترانزيشنز مش انا شايف ان اموريم بالعكس، انت تقدر تبص اخر السنه لما نخلص سادس تقول تمسك الماتشات انه اموريم تقول انت ماتش ايفرتون هوم وماتش ويست هام هوم وماتش وولفز هوم وماتش ليدز، الماتشات اللي هي مع البوتم 7 دي اللي طلعتك بره الشامبيونز ليج.
ماشي. يعني انا خايف اقعد معاك القعده دي كمان شهرين. خلينا نشوف. هنشوف. انا هنقعد مش نعمل- هتوقع نعمل ومش season هراهن review. لان الرهان حرام، ن- فخليكم انتوا. نعمل لا مش سيزون رهان، انا بس بقول له إيه اللي هيحصل، وهنقعد تاني كده كده، هنشوف. هتجيلنا تاني في خلال الشهرين دول نعمل سيزون ريفيو ان شاء الله، يبقى سيتي بطل الدوري مش ارسنال. ونبص على مانشستر فين وتشيلسي فين. ليه يا عم؟ لا انت عشان انتوا ماشي يعني انت ماشي. عارف ما بحبش ارتيتا قوي برضه. ماشي. طيب عندك حاجه يا ياسو ولا تمام؟ عايز اشكر والله الراجل ده، والله العظيم والله العظيم يطلع من هنا على سكاي سبورتس على طول. ليه يا عم محتاج مش حد قوي يعدي كده؟ على اون سبورت. والله يطلع من هنا على سكاي سبورتس. شفت التعليم حلو ازاي؟ إيه رأيك؟ والله العظيم قلت لك. تطلع على سكاي سبورتس على حبيبي. طول. لا انت لا، اصلا كونفرسيشن سهله جدا معاكم بصراحه. يعني كنت شايل هم ان الكونفرسيشن تقف، ولا تشيل عشان هم كده كنت حاجة. بسالك قبليها نمسك انت في لما بعض. بنوقف لا اللي هو يعني هتقول ايه وانا اقول ايه وتبقى فاهم بلان. لا مش الموضوع كونفرسيشن يمشي. سهله. المره الجايه بقى تشرح لنا يعني ايه اكس جي، وتشرح لنا الحاجات دي كلها. اشرح لك يعني يعني إيه interceptions يا عم انا مش عارف ايه. ماشي. واشرح له معلش الفرق بين الستة والثمانية، ان هو عنده قصور شويه في عشان بيقول الشخصية. كان في 6 ولا 8 صحيح؟ 8. سلام والله العظيم بقول لك ماشي. ايه، طيب يا جماعه خلاص. الكونتراكت بتاع سكاي سبورتس عندي. ماشي. طب اسالك انت سؤال، قول. بتشوف رايس اجمد في الستة ولا الثمانية؟ وانت بتشوف كايسيدو اجمد في الستة ولا الثمانية؟ خلاص احنا مكملين ماشي. يعني. ده انا لا، بس يعني يعني ماشي. هنكمل احنا بقى الكلام ده مع بعضينا، عشان نتكلم هنقعد عن تاني مع معتز كده كده في خلال الشهرين الجايين، حلقه تانية عن مانشستر. بس شاء الله. لو وصلت إن شاء لغايه هنا، شكرا يا جماعه وشرفتنا. نورت يا معتز والله. حبيبي يا ياسين، متشكر مكانك. جدا جدا حبيبي يا حسين. شكرا يا ياسو، شكرا جزيلا.